اما تيجي اقولك على طريقة جديدة تعملي بيها وراك الدجاج وفعلا ولادك هيعشقوها. لو اول مرة تسمعي عنها، دي الفراخ التندوري الهندي. كلتها مرة في مطعم وما قدرتش انسى طعمها، ما فيهاش حاجة صعبة خالص، تتبيلة سهلة وبسيطة ولادك هيعشقوها. كفاية بقى سلق وشوي بالطريقة العادية، وجربي التندوري كمان. انا خليتها صنف اول عندي في مشروعي وما شاء الله عليها اوردرات حلوة قوي. سمي الله، صلي على رسول الله. فضلا شجعيني بأجمل لايك وشاركي الفيديو لو عجبك مع أصحابك. معايا بقى كده 8 من أوراك الدجاج، مطلوب مني العدد ده. والفراخ التندوري يا جماعة بتتعمل من غير جلد، وطبعا سحب الجلد من الأوراك مفيش أسهل من كده. كمان الفراخ التندوري بتتعمل بأوراك مش بصدور، هي الصراحة بتبقى ألذ في الأوراك مش الصدور. بعد ما شلت الجلد كده كويس بالسكينة هبتدي أعمل فتحات في كل ورك عشان طبعا التتبيلة توصل لكل حتة. وهو ده شكل الفراخ التندوري اللي بناكلها في المطاعم الهندي، وبتتباع بأسعار خرافية جدا. بصي شرطي كده الورك من كل حتة. هنا بشاورلك عن الزاوية اللي في النص دي اللي هي الكلوة بتاعت الفرخة، دي لازم تتشال وانتي بتنضفي الفراخ اساسي، لان دي اللي بتعمل ريحة زفارة وحشة قوي. افضلي طلعي في كل الرواسب اللي فيها لغاية اما تفضى تماما ولونها يبيض. تعالى اقولك بقى على التتبيله والبدايل بتاعتها. الكيس اللي معايا الصغير ده فيه حاجه اسمها بهارات الجرام مسالة، وده بتلاقيه جردل كبير كده عند العطار. انا جايبه ماركه 3 شيفز اسمها بهارات جرام مسالة، باخد منها كميه حسب ما انا عايزه. حطيت معلقه صغيره من بهارات الجرام مسالة، حطيت كمان كيس من بهارات التندوري، والماركات بتاعته برضو كتير، في ماركه سبايسي، في لو ما فيش بهارات تندوري تقدري تستخدمي بهارات الفراخ المشويه مفيش اي مشكله. كمان حطيت معلقه كبيره من المستردة، هما في الهند بيستخدموا حبوب الخردل، احنا ما عندناش فهنحط مستردة. حط معلقه من صلصه طماطم، معلقه من الجنزبيل البودر، ويفضل طبعا انك تحطي الجنزبيل الفريش، اساس الوصفه جنزبيل فريش، بس انا الصراحه كان خلصان من عندي فحطيت معلقه كبيره كده من الجنزبيل البودر. نص معلقه صغيره من الثوم المفروم، نص معلقه من الفلفل الاسود، معلقه من البابريكا. والوصفه الاصليه فيها البابريكا اللي هي الفلفل الحلو، حاجه اسمها الفلفل الكشميري، بس ده طبعا نادر وجوده في مصر، فاحنا هنكتفي بمعلقه من البابريكا. وكمان حطيت عصير ليمونه وكوبايه كبيره من الزبادي. هحط كمان حوالي معلقه ونص كده من الملح، واخر حاجه هحطها هي ربع معلقه صغيره من اللون الاحمر الغذائي البودر. تقدري تستخدمي البودر او الجل، بس اساس الفراخ التندوري انها لازم تكون لونها احمر. تمام، ولازم كده تبقى لونها احمر والا ما تبقاش تندوري يا جماعه. حطيت كمان ربع كوباية من الزيت. صراحة منظرها وشكلها بيبقى مغري جدا في المطاعم، وتستغربي كده ايه الفراخ الحمرا دي وبيقدموها طبعا مع رز هندي وبرياني وحاجات زي كده، بس احنا بنعملها في البيت بطريقة سهلة وبسيطة، وانا اديتك بدايل كتيرة قوي ليها تقدري تستخدميها. ما عندكيش يا ست الكل بهارات الجرام مسالة او مش هتعرفي تجيبيها، استخدمي خلطة الكاري والكركم والجنزبيل، واهم حاجة التوم. يعني اساس الوصفة دي توم جنزبيل مستردة واكيد الزبادي. يلا بقى كده الخلطة كويس نعمل بيها كل فتحات الفراخ. والفراخ دي اساسها الشوي، هنبتدي بقى نشويها. انا هنا حضرت الشبكة، الصينية اللي تحت دي هحط فيها كوباية مية وهدخلها على فرن ساخن اعلى درجة حرارة. طبعا الفراخ من غير جلد والاوراق بتستوي بسرعة، مش هتاخد ساعة واحدة بس وهتكون جاهزة. انا ما شغلتش الشواية خالص عشان ما تنشفش. كمان الفراخ ابتدت تنزل السوائل بتاعتها، فبقيت بالفرشة كل شوية ألمع وش الفراخ كده عشان تاخد لون بسرعة، وما تطولش عشان ايه تاخد لون. تمام، وما شاء الله عليها يعني بتاخد لون بسرعة بدون شواية، والفرن على أعلى درجة حرارة 250. يلا بقى نجهز الأوردر بألف هنا وشفا على اللي هياكلوه. حطيت بقى كده العيش بتاعي وابتديت أرص الفراخ. أنا مش قادرة أوصفلك الطعم المميز والجميل قوي لأوراق الفراخ التندوري، ولا أي وصفة فراخ مشوية عملناها. طعم جديد، طعم مختلف، وبإذن الله هيعجبك، وتغيير وحاجة جديدة هتعمليها في بيتك جنب محشي جنب رز بسمتي زي ما انت عايزة. بصي بقى شوية الدهون اللي نزلوا دول ابتديت ألمع بيهم الفراخ من فوق، وبألف هنا وشفا. متأكدة كل الناس اللي بتحب التغيير هتجرب الوصفة، ومستنية رأيك في التعليقات. واكتبي لي بقى في التعليقات جربتي قبل كده الفراخ التندوري وتعرفي طعمها ولا لأ. بس لازم اديها كده فحمية صغيرة عشان تحسي بطعم التدخينة، وطبعا طعم الفحم بيبقى حلو قوي في أي حاجة مشوية. ما شاء الله بألف هنا وشفا. ما تطوليش عليها التسوية، زي ما اتفقنا ساعة بس، يعني ما تسيبهاش لغاية ما تسود في الفرن كده، هي الأوراق أصلا ما بتاخدش وقت. بصوا بقى الجمال، اللهم بارك، مفيش أجمل ولا أحلى من كده. لازم تجربي التتبيلة، وإن شاء الله هكتبها لك في التعليقات تنفذيها، وبألف هنا وشفا. حبايب قلبي أتمنى تكون الطريقة عجبتكم، بحبكم في الله، تعليقاتكم الإيجابية بتشجعني كتير. ما تنسوش الاشتراك والمتابعة عشان يوصلك مني كل فيديو جديد بنزله.